النهارده الفرصه الاخيره للعيبه نادي المريخ قدام فريق انازدان في الدوري الموريتاني. النهارده الفرصه الاخيره من جمهور المريخ، هتديها لكم اخر فرصه. يعني بعد الفضائح اللي حصلت في الدوري الموريتاني وترتيبكم السابع في الدوري الموريتاني. الدوري الموريتاني الدوري العادي جدا، الدوري الضعيف جدا، الدوري اللي اصلا يعني مش دوري اساسا. لو جبتوا فريقين من الجماليه ودربتوهم ولعبتوهم جماليه الحسنه اللي بيركبوا الحسنه دول مش لعيبه كوره، ودربتوهم ولعبتوهم هيكسبوا اي فريق في الدوري الموريتاني نفسه. ما بالك فريق ترتيبه ال 12 في الدوري الموريتاني ولعب ماتشاته كلها. النهارده اخر فرصه لنادي المريخ او لعيبه نادي المريخ في الملعب. لو انت مش قد التيشيرت اللي انت لابسه او مش عارف حجم يعني ايه نادي المريخ، اقلعه واقعد في بيتك احسن، ما تلعبش في نادي المريخ. الفلوس اللي بتاخدها خساره فيك. اسم المريخ وتيشيرت المريخ تقيل عليك، ما تلعبش في النادي، مش عايزينك. نستدعى اي لعيب يلعب نجيبه ويحمل اسم المريخ احسن ما لعيبه تفضحنا كل ماتش في الدوري الموريتاني. اللي قلت لكم الدوري الموريتاني اللي قد كده، مع احترامي لدوله الموريتاني، يعني مع احترامي لدوله موريتانيا، الدوري الموريتاني قد كده. مش دوري نهائي، ما فيهوش كوره، ما فيهوش اي حاجه خالص. ده مش دوري الموريتاني اللي تفضحونا فيه. ده كأن الماتش هناك كانها ماتش وديه. بتخسروا ازاي مش عارف، مش عارف تكسب ازاي وتجيب جول مش عارف. لعيبه ازاي بتلعبوا في اسم نادي المريخ مش عارف. ظروفكم صعبه وظروف الحرب والحاجات دي كلها عارفينها، لكن التحفيل شغال علينا الله اكبر ليل نهار من الفريق اللي انتوا عارفينه. واللي انتوا بتعملوه ده مش عارفين حجم نادي المريخ. مش عارفين ان نادي المريخ الفريق الوحيد اللي في السودان هو اللي خد بطوله افريقيه، وصاحب اكبر بطولات او اكثر القاب في الدوري السوداني وكاس السودان، او كاس السودان بس، او اكبر القاب محليه. المهم لازم تعرف حجم المريخ يعني ايه حجم المريخ. العب، قدم اداء، والنتيجه دي بتاعت ربنا ماشي، لكن اداء مفيش، لا مش هنقبل بكده تاني.